النهارده هنعمل مع بعض بقى الكنتاكي بطريقه صحيحه جدا جدا، وطعمه والله العظيم خطير ونفس الطعم بالظبط. ومعاه عملنا الرز الريزو وسلطه كولسلو. مش معنى ان انا معرفتش اعمل تشيز كيك يبقى مش عارفه اعمل كنتاكي ولا الوصفات الجميله دي. عايزه اقول لكم ان هي كانت اكله حلوه قوي قوي. وطبعا النهارده كان واحد واحد بقى، فحبيت ان انا اعملها يعني وافتتح بيها السنه كده اما اشوف ايه اللي هيحصل تاني معايا. بس الحمد لله نجحت. بس قبل ما نبدأ وصفتنا، لو أول مرة تشوفوني، أنا اسمي هاجر، وما تنسوش لايك للفيديو واشتراك للقناة. أول حاجة هنا بقى عندنا التوابل اللي هنعمل بيها. عندي هنا محسن طعام، ده بتشتريه عادي من عند العطار او بيتباع في السوبر ماركت، بيبقى في اكياس. وعندي معلقه من الملح، معلقه من السبع بهارات، معلقه من الفلفل الاسود، معلقه من توابل الفراخ، معلقه من الكاري، معلقه كده من الشطه، لو عايزه تزودي الشطه زوديها، معلقه من البابريكا، معلقه توم باودر كبيره. وعندي برضو اساسي في الوصفه دي ما ينفعش تغيريه، معلقه روزماري ومعلقه برياني. تمام، لازم الاتنين دول يكونوا موجودين، ويستحسن ان كل التوابل اللي انا قلت لك عليها تبقى موجوده. ولو في اي حاجه برضو انا هكتب لك التوابل دي كلها في صندوق الوصف، عشان لو انا نسيت حاجه او كده تبقى انت ايه عارفاها. تمام، هفضي بقى التوابل دي كلها كده اهو في الكبه اللي بنفرم فيها التوابل يعني، عشان بالنسبه للروزماري والحاجات دي كلها تبقى معايا مطحونه ومفيش اي حاجه فيها سليمه. والفراخ بتاعتي بقى انا اشتريت كده فرخه اهو قطعتها. بس يا ريت يستحسن ان انت ما تكونيش جايباها كبيره قوي. لو جايباها كبيره يا ريت تسيبيها في الفريزر حوالي يوم او يومين، عشان بس التلج بيفكك الانسجه يعني بتاعتها، وبيخليها ان هي معاكي تبقى مستويه. بس دي بصراحه انا والله ما شلتهاش خالص في الفريزر، غير ان انا غسلتها بس وظبطتها كويس جدا وصفيتها كويس قوي من اي ميه فيها ومن اي حاجه. وكمان كنت مفتحاها كويس، يعني السكينه دخلتها جوه الدبوسه كده اهو من جوه للاخر، عشان ان هي تبقى مظبوطه معايا في السوا، ما تبقاش ان هي نيه من حته ومستويه وفيها دم والكلام ده. فاهم خطوه انك تفتحي الفراخ بتاعتك كويس جدا جدا، يعني خلي السكينه كده تخش معاكي لحد العظمه. تمام، بعد ما فرمت بقى التوابل دي كلها زي ما انتوا شفتوا كده اهو في الكبه، رحت بقى مفضيها في حاجه. انا ما حبيتش ان انا احط الفراخ كلها في قلب التوابل عشان ما تتزفرش معايا، فبقيت اخد كده في طبق زي ما انتوا شايفين واعمل. المهم تدعكي التوابل دي. بصي احنا ولا زبادي ولا رايب ولا لبن ولا اي حاجه خالص، مفيش ولا ماده سايله هنحطها معاها. هناخد كده التوابل دي كلها ونغلف بيها الفراخ زي ما انتوا شايفين، بين الجلد كده واللحم ومن جوه كده زي ما انتوا شايفين كده اهو. ودخلي كده التتبيله ديت في الفراخ، زقيها لجوه مكان ما انت فتحتيها بالسكين عشان توصل للعظمه من جوه خالص. اهم حاجه تتبليها كويس قوي وهترصيها بقى كده اهو في كيس زي ما انت شفتي معايا، وهتروحي بقى قافله الكيس ده. تمام، بصي بقى انا دلوقتي طبعا يفضل معايا شويه اهو من التوابل دولت كده، هفضيهم بقى كده هم نضاف في كيس. لما اجي اعمل تاني هبتدي ان انا اطلعهم واعمل بيهم. انت ممكن تعملي اصلا الخلطه دي كلها وتعبيها في برطمان، وتبقي عارفه ان دي بتاعه الكنتاكي. تمام، عايزه اقول لكم يا جماعه والله الخلطه دي حلوه جدا جدا بصراحه، وطريقتها سهله يعني، ومكوناتها مش بسيطه، هي كلها عباره عن بهارات اصلا. هنا بقى جبت الكيس كده اهو، هقفله بقى كويس وهسيبه حوالي 4 5 ساعات، ده اقل حاجه اسيب فيها التتبيله يعني التتبيله في الفراخ بتاعتي. هدخلها التلاجة كده اهو واسيبها. انا بصراحه يعني كنت متبلاها على الساعه 11 الظهر كده، ونمت شويه وصحيت على الساعه 7 عملتها. قبل بقى ما اعمل الفراخ بتاعتي هعمل هنعمل الصوص اللي هو بتاع الرز الريزو، عشان نعمل الرز بتاعنا وبعد كده نخلي الفراخ للاخر على ما الرز يستوي. هنا بقى جبت كده حوالي 4 معالق كبار من الكاتشب، من المعلقه بتاعه الاكل عادي. تمام، وهنا معايا دوت صوص الباربيكيو. عايزه اقول لكم بيفرق جدا في الطعم وبيديله طعم حلو قوي قوي، عشان في ناس مش بتحب تجيبه يعني، او ساعات مش بيبقى متوفر عندها. بس هو بصراحه على فكره سعره مش غالي خالص، وفي نفس الوقت بيدي طعم حلو قوي. هنا حطيت كده معلقتين كبار. معلش يا الازازه بقى كانت لسه جديده ومش عايزه تنزل البتاع اللي فيها يعني جامد شويه، عشان كانت في التلاجة. حطيت عليهم معلقه كده هو صغننه من الفلفل، ومعلقه صغننه من الملح، ومعلقه صغنونه خالص من توم البودر. تمام، يعني كده فلفل وملح وتوم باودر، كل دي حاجه نص معلقه صغننه خالص كده اهو. وبعد كده بقى حطيت عليه معلقه كبيره صويا صوص، ومعلقه كبيره من المستردة زي ما انتوا شايفين، وهحط برده حوالي معلقه كده كبيره من الخل.
بالشكل دوت. وعندنا هنا العسل النحل برضو لازم نحطه عشان بيدي طعم حلو جدا قوي في الصوص ده. صدقوني لو عملتوها هيعجبكم قوي. حطيت كده اهو معلقه كبيره برضو منه، ما رضيتش ان انا اكتر يعني عشان ما يبقاش ان هو مديني معايا مسكر قوي، وفي نفس الوقت كده ايه مع التوابل ومع الحاجات دي كلها الميكس ده حلو قوي قوي بصراحه، بيبقى تحفه مع الرز الريزو جدا. هنقلب بقى كل المكونات دي كلها مع بعضيها كده، ندوبها كويس قوي بالشكل كده، وده القوام المظبوط بتاعها. انا ما ضفتلهاش اي حاجه تاني خالص غير اللي انتوا شفتوه. تمام، هنركنها بقى على جنب ونيجي نعمل بقى الخطوه بتاعه الرز. هنا بقى عندي بصله دي مبشوره في الكب عادي، هسيبتها على جنب. والتوابل بقى بتاعتي بابريكا وملح وفلفل وتوابل فراخ، وعندي معلقه من الكاري، معلقه من القرفه صغيره، معلقه من السبع بهارات مكعب من المرقه، ومعلقه من الثوم البودر. تمام، وبرده البهارات دي انا هكتبها لك عشان تبقي عارفاها، لو في اي حاجه انا نسيتها تبقي انت واخده بالك. هنا جبت بقى معلقتين كده من الزيت وحطيتهم في حله على النار، سبتها كده بس ايه تسخن شويه معايا عشان انزل عليها البصله تتحمر معايا على طول. تمام، هنزلها كده بالشكل ده. مكونات كلها بسيطه والله، وادتني نتيجه حلوه جدا في الاخر، وكان يعني الاكله كانت جميله قوي ومش مستاهله بقى ان احنا نشتريها من بره ولا اي حاجه. انا جبت لك كنتاكي كله عندك في البيت اهو، مش تتعبي في اي حاجه، لان في ناس بتعشق الرز الريزو ده على فكره، وانا على فكره من الناس اللي بتحبه جدا برضو بصراحه. بس مش هكدب عليكم، مش بحب اشتري كنتاكي خالص. انا مش بحب الحاجات اللي هي اللي فيها فراخ من بره، لاني بحس ان هي بتبقى من جوه فيها دم والعظمه، وبتبقى عامله كده بتبقى مركونه عندهم يعني. فبفضل ان انا اعملها، وكمان انا ضامنه غسيل الفراخ بتاعتي ومظبطه الدنيا خالص. فهنا بعد ما شوحت البصله كويس نزلت عليها بالفراخ وشوحتها كده اهو زي ما انتوا شفتوا. هنزل بقى عليها التوابل دي. طبعا احنا مش هنكتر في الملح قوي عشان احنا حاطين ملح في هنا، وحاطين ملح في الصوص اللي احنا عملناه مع بعض، لان انا لسه هحط منه اصلا. فايه ناخد بالنا من الموضوع عشان يعني ما يحدقش منك. تمام، هنا كده بقى هقلب التوابل دي كلها مع الفراخ والبصله زي ما شايفين كده اهو. هنقلب بقى كويس كله مع بعضه عشان ايه الفراخ تاخد الطعم. هنا بقى الخطوه دي مهمه جدا. هنحط كده اهو من الصوص دوت حوالي نص كوبايه. تمام، على فكره بيفرق جدا في الطعم قوي قوي قوي، وبيفرق في الرز، وبيديكي نفس الطعم اللي انت بتشتريه من بره بالظبط بالظبط يعني. مش ببالغ، بس هو طعمه حلو جدا بصراحه. هو ممكن يكون غامق سنه معايا عشان البابريكا اللي عندي لونها قوي شويه، الاحمر بتاعها فظيع مع الصوصات طبعا اللي احنا حطيناها، فمدياني الرز بتاعي غامق حبه. هنقلب بقى ده كله كده كويس. انا نزلت هنا عشان انا مش هعمل كميه رز كبيره، فنزلت بكوبايتين كده اهو من الميه. تمام، هقلب بقى فيهم الفراخ وهغطيها واسيبها بقى لحد ما تغلي كلها مع بعض، بحيث ان الفراخ بتاعتي تبقى ضمنت ان هي خلاص مستويه حلو يعني بعد ما نزل معاها الرز. وفي نفس الوقت الطعم بتاع الميه ده من خد بقى من التوابل والصوصات والحاجات دي بقى حلو قوي. هنا بقى كنت غاسله الرز بتاعي، ده رز عادي جدا مش بسمتي ولا حاجه، الرز بتاعنا العادي. غسلته كويس قوي، وبعد كده فضيته بقى زي ما انتوا شايفين هنا اهو. كده انا مش هزود تاني ولا ميه ولا اي حاجه خالص، كده ميه الرز بتاعتي مظبوطه وتمام. هغطيه بقى كده واسيبه لحد ما يتشرب ويستوي تسويه الرز العاديه. انت هتلاقيه اتشرب، هتوطي عليه وهتلاقيه بقى مستوي معاكي، يبقى كده الرز خلاص بقى تمام. انا بقى كده خلاص سبت الرز بتاعي يستوي براحته على النار، على ما انا بقى نعمل الفراخ بتاعتنا بقى. دي اهم حاجه، ولازم تركزوا جدا في الخطوات عشان الفراخ تطلع معاكم ناجحه، وفي نفس الوقت مقرمشه من بره وتبقى من جوه مستويه سوا كامل، ما يبقاش فيها اي حاجه. والله العظيم والله العظيم اني ما كانش فيها خالص نقطه دم من جوه، كانت مستويه كويس قوي 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 يعني، ما كانش فيها اي حاجه. هنا جبت بقى ميه ساقعه جدا من الفريزر، فضيتها كده زي ما انتوا شفتوا في البوله اللي قدامكم دي. تمام، هسيبها بقى كده اهو، وهحط الدقيق بتاعي برضو في بوله تانية. انا حبيت ان انا اعملها في بوله غويطه عشان ما تبهدليش الرخامه والدقيق ما يطلعش بره يعني ويبهدل الدنيا. تمام، فكده خلاص الفراخ بتاعتي اهي طلعتها بقى من الكيس. يعني طلعتها اخر حاجه بعد ما حطيت الرز والكلام ده، بس هبهر بس الدقيق بتاعي بحاجات بسيطه جدا جدا ما فيهاش اي حاجه صعبه. تمام، حطيت له كده معلقه من البابريكا، وهحط عليه معلقه من الكركم. تمام، عشان اللون بس والكفر الخارجي من بره يكون حلو.
اوكي. وهنزل عليه كده بمعلقه صغيره من الملح، وحطيت له على فكره معلقه من الفلفل الاسود. تمام. هقلب بقى ده كله كده بالتوابل اللي انا حطيتها دي، كلها توابل بسيطه. وعلى فكره يا جماعه الوصفه دي بتاعه الفراخ دي انا ما حطيتش فيها بصل نهائي، ولا بصل بودر، ولا ميه بصل، ولا اي حاجه خالص. الرز بس اللي حطينا فيه، لكن الفراخ ما ضفنا لهاش اي حاجه من البصل. وده اللي هيديكي نفس الطعم بتاع بره، ايه، انك ما تحطيش فيها بصل خالص. تمام كده خلاص. انا فضيت بقى الفراخ بتاعتي، وكانت قعدت وقت كبير في التتبيله زي ما قلت لكم، سايباها من الساعه 11 الظهر لحد الساعه 7 بالليل، يعني حبه حلوين اهو. هاخدها بقى كده اهو، اروح حطاها في الدقيق بالشكل ده. تمام. ايد في الدقيق كده وايد في الميه، عشان ايه، ايدك ما تتبهدلش يعني. تمام. هنزل بقى كده في الميه الساقعه واطلعها على طول، واروح رايحه تاني للدقيق. تمام. وهاخدها تاني برضو من الدقيق واروح فيها للميه الساقعه، وهكذا. هنا بقى انا ولا نقعت الفراخ بتاعتي في سكر، ولا في خل، ولا في ميه، ولا اي حاجه خالص، ولا الكلام ده. هو انتوا تركزوا بس على موضوع التسويه، وعلى التوابل اللي انا قلت لكم عليها، والتفتيحه بتاعه الفراخ، هتلاقيها معاكي تمام جدا، وهتلاقيها مستويه، وهتلاقيها رهيبه جدا. تمام. انا عملت اهو معاكم حته كمان، نزلت بيها اهي في الميه كده اهو على طول. بعد كده احطها في قلب الدقيق. ولو في اي تكتلات ولا اي حاجات مش مهم، ده احسن، عشان ده اللي بيديك شكل الكريسبي كده بتاع الفراخ من بره كده، المقرمش دوت، وبيعمل الشكل اللي هو النهائي، بتبقى زي اللي احنا شاريينها من بره. فبتبقى حلوه جدا يعني. ما تقولوش تقولوا ان دي عايزه يتنخر ولا الكلام ده، هي كل لما يكلكع معاكي كده اهو، ويبقى فيه كتل صغننه، يكون احسن. حطي كده، تفردي كده الجلده على اللحميه كده اهو بتاعت الفراخ، وتروحي ايه مغلفاها، وترجعي تاني برضو في الدقيق كده مرتين، كذا مره، هتلاقي ايه عملت معاكي الشكل الايه الحلو اللي احنا بنحب نشوفه ده. وهقولك برضو على خطوة مهمة واحنا بنسويها، هتفرق برضو معاكي. ممكن تعملي كميات كبيرة وتشيليها، هقولك تعملي فيها ايه. حاجة سهلة جدا وبسيطة، لان طبعا انا برضو لما عملت دي ما كلناش الفرخة كلها بصراحة. عملت على قدنا والباقي شلته، قلت يعني نبقى لو جوعنا نعمله تاني، ما جوعناش خلاص. هنا بقى الزيت لازم يكون غزير جدا جدا، زي ما انتوا شايفين كده، هو بالشكل ده لازم يكون كتير، ولازم يكون في حاجه غويطه. الزيت ده يا جماعه سخن جدا، يعني انا ولعت عليه وانا بعمل الفراخ في الدقيق والكلام ده، سيبته لحد ما سخن قوي قوي قوي. بعد كده بقى جيت رصيت فيه الفراخ بتاعتي بالشكل ده. هتروحي بقى موطيه عليه النار، ده بقى اللي هيسويلك الفراخ تمام. لو انت فضلتي معليه، هتلاقي الفراخ بتاعتك كلها اتحرقت من بره، والزيت طبعا سخن مولع، ومن جوه نيه زي ما هي. انا سبتها حوالي 5 دقايق، وبصوا كانت لسه ما استوتش، ولا من بره الكفر اصفر ولا اي حاجه خالص، زي ما هي لسه بيضه، عشان هي كده بتستوي بقى كويس من جوه. لكن لو فضلتي معليه النار، هتلاقيها اتحرقت معاكي، ومن جوه مليانه دم، واللحمه نيه ومش حلوه خالص. اوكي. انا اهو سايباها كده اهو براحتها خالص لحد ما تستوي. هي قعدت على فكره على النار في الزيت حوالي 10 دقايق او ربع ساعه كمان، ربع ساعه بتستوي في الزيت. وده كده حاجه تبين لك ان هي سواها مظبوط. ممكن بقى تعملي ايه، تعمليها نص سوا، تحطيها في الزيت وتسيبيها 5 دقايق زي ما وانا وريتك، تعلي وبعد كده توطي، وبعد كده بقى تدخليها الفريزر لما تبرد، تيجي تستخدميها تاني تكملي السوا بتاعها. دي الخطوه دي مهمه، وانا عملت كده في بقيه الكميه، عشان ما كنت يعني عملنا على قدنا وخلاص. هنا بقى بصوا كنت غرفتها بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، وكانت من بره مقرمشه خالص، ومن جوه مستويه جدا، وكان طعمها خطير قوي قوي قوي. انا ما صورتلكوش السلطه عشان انا كنت عاملاها قبل كده معاكم في فيديو، وقلت عشان ما يبقاش الفيديو طويل قوي زي ما ما انتوا شايفين، هو اصلا مش ناقص يعني. ومعلش اسفه ان انا طولت عليكم، بس عشان كنت لازم اقول لكم الخطوات بتاعتها. بجد كان طعمها حلو قوي، وكان الرز فظيع، والصوص ده تحفه بجد. ان شاء الله الوصفه تكون عجبتكم، وتكون سهله وسريعه بالنسبه لكم. ولو عجبتكم ما تنسوش بقى لايك للفيديو واشتراك للقناه. هشوفك في فيديو جديد.